السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي، لأول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا، وتشيروا الفيديو. بالله عليكم يا جماعة تشيروا الفيديو، لأن حضراتكم عارفين إن أنا بقالي فترة كبيرة أو واقفة من التصوير، واقفة من تحميل الفيديوهات. فمعلش بقى اقفوا معايا كده وفجروا الفيديو ده لايكات علشان اقدر ان انا اطلع تاني على اول سلم. طبعا صباح الوارد والفل والياسمين على احلى متابعين وعلى ولادكم جميعا يا رب، وربنا يجعله عمد راس سعيد علينا وعليكم، وما يكسر اب ابدا قدام ولاده، اللهم امين يا رب العالمين، وبالذات في الغلا اللي احنا فيه ده. ويعين كل ام على تنظيم بيتها، لان بصراحة الغلا بطريقة صعبة. بتتكلمي على الغلا وبتحط في اللانش بوكس الحاجات دي يا رفيقة. بصوا يا جماعة والله العظيم ده اصلا الحاجات دي جاية للعيال. انا ما دفعتش فيها حاجة، تمام. انا ما جبتش غير اللانشون، وكان عندي الجبنة والنوتيلا بصراحة يعني، وجايبة نوتيلا من هي مش من الأصلية كمان علشان ما نكذبش على بعض، نمشي صراحة مع بعض. انما الحاجات اللي فوق ديت فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب في اللي جايبهم واللي السبب في مجيتهم. ربنا يصلح حاله، اللهم امين يا رب العالمين، يصلح حاله ويوقف له ولاد الحلال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويكرمه في ولاده. صلى على النبي كده. انا اصلا كنت مفكرة ان المدرسة هتفتح كمان اسبوعين، تمام. يعني المدرسة هتفتح الحد، لا انا كنت مفكراها الحد اللي ورا السبت، هي بدأ عندي من يوم السبت علشان عندي اولى سنة، فكنت مفكراها هتبقى السبت اللي وراه، فطبعا ما جبتش حاجه. فجيت على اليومين انا يعني وانا قاعده يوم الاربع، فبعدين ولادي بيقولوا حاجات المدرسه يا ماما، مش حاجات المدرسه يا ماما، انا ما كنتش جبتها لسه. فقام قال لي ايه يا ماما، ده اللي قلت لهم انتوا يا ولاد مستعجلين على ايه؟ ده المدرسه هتفتح لسه عليها حوالي 15 يوم، مش هي السبت الجاي ده، لا اللي وراه. قام قال له لا يا ماما، السبت الجاي ايه ده اللي وراه؟ المدرسه هتفتح بعد بكره. قلت لا، ده انتوا من حقكم تزعلوا بقى وتعيط. المهم ربنا فرجها الحمد لله، وطلعنا جبت حاجة المدرسة زي ما حضراتكم شايفين، الشنط اللي حضراتكم شايفينها دي، المقالم انا غسلتها، المقالم بتاعت السنة اللي فاتت. الكراريس والكشاكيل الحمد لله رب العالمين كانوا عندي يا جماعة، يعني تكملة بسيطة جدا جدا، يمكن قلمين تلاتة بس مش اكتر من كده. طبعا الازايز ده انا جبتها، لان طبعا انا هوريكم بعدين الفيديو اللي جاي، بعدين هقول لكم السبب ان انا جبت الايه الازايز ده على اساس زمزميات، انا جبتهم علشان اخدهم لمطبخ، تمام. كده بقى اول ظهور لبنتي بقى في اولى ثانوي، وهي طبعا كانت بتظهر معايا وهي صغيره، واجت لما دخلت بقى الاعدادي وكده الظهور بتاعها قل. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ظهرت معايا النهارده. ادعوا لها كده ربنا يوفقها يا رب، ويبعد عنها صحبة الشر هي واصحابها، اللهم امين. ويعين كل اب عنده 3 أو 4 في المدرسة، او عنده طالب في الكلية جنب الثانوية جنب الاعدادية جنب الابتدائية كده، لا ربنا يعينهم، ربنا يعينهم والله العظيم في الغلا اللي احنا فيه ده يا جماعة. يعني كده ما اقولكوش الغلا ده هيودينا على فين. يلا الحمد لله رضا. المشكلة مش في الغلا، المشكلة ان الدخل ثابت وامرار ما فيش دخل كمان. احنا طبعا كده نزلنا 6:30، لان بنتي على ما بتطلع بتروح المدرسة عندنا في المركز بتاعنا، يعني في المركز لا اما تاخد توك توك هي وزمايلها مخصوص، لا اما بيركبوا العربية فبطلعوا، لان بتلم سنة اولى كلها، والتوك توك بتكون مشتركة فيه، لان علشان تاخد توك توك من قدام البيت اللي عنده ولاد صقر يوديها ويجيبها هيحتاج 100 أو 120 جنيه، 100 جنيه. فالموضوع هيبقى مكلف عليا بصراحة يعني. فهم زميلتها جابت توك توك شركة، فربنا يثبتهم بس عليه، لان والله العظيم يعني تكاتك يا التوك توك، لا مش عارفة فلانة مش راحة، لا انا مش راحة، لا ما هماش مقلقين منه معرفش ليه. المهم طبعا وديتها، وكانت هي بس اللي عندي اللي هتروح المدرسة يوم السبت، وبعدين يوم الحد هتروح هي ولوكا. جيت طبعا بصوا يا جماعة، انا رحت الاربع جبت حاجات المدرسة، وجيت الخميس، طبعا انا جيت الاربع بالليل، يعني جيت الاربع بالليل خالص. وبعدين رحت الخميس جيت خبست علشان المدرسة، عجنت وخبست بصراحة يعني.
وده الكيلو العنب اللي هو الكريز ب40 جنيه، بس انا جبت ال2 كيلو ب70، جبت الكيلو واقف على 35 جنيه. ماشي. فطبعا بقى كان عندي كمية شغل كتير. انا طبعا ما عنديش بانيو في الحمام، عندي الطشت اللي انا متجوزة بيه ده. فقمت طبعا الحاجات دي نضيفة، بس لازم يعني ايه، لازم تتغسل. فانا مش هاخد لها دورة كاملة في الغسالة، لان انا عندي غسيل كتير، واليوم بادئ كده من الصباح الفتاح كده زي ما بيقولوا، من بدري خالص. فما شاء الله هينجز معايا. اخدت طبعا الحاجات دي وقمت ماليه الطشت وبدور للميه. كان دورة الميه في اليوم ده المفروض ان هي قطعه وما مليناش بالليل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حتى يبلغ الحمد عنان السماء. الميه جت لي يا جماعه والله العظيم، يعني بدور لقيت الميه جت. فحماتي الله يصلح حالها قالت بصي انت معاكي عيال، والميه اللي عندنا هتسلك لعند الميه ما تيجي بكره، فانت املي لعيالك انت علشان تخلص، عشان انت عندك مدارس. قلت الحمد لله، دي نعمه من عند الله لنا. قمت غسلت زي ما حضراتكم شايفين، وغسلت السجادة ديت. بصوا كل اللي على السور ده مغسول ما شاء الله، يعني ولا قوة الا بالله، كله مغسول والله العظيم يا جماعة. وحطيتهم هنا، حطيتهم يصفوا، وبعدين حطيتهم من كرم ربنا عليا برضو ان الغسالة بتاعتي ما كانتش بتعصر، اجت في الفترة الاخيرة وعصرت. فما شاء الله ولا قوة الا بالله. يعني بقيت اصفي المية واحط اعصر فيها وانشر كده زي ما حضراتكم شايفين. اخدت اللحاف غسلته، واخدت اللهم صل على محمد الملايات وهدوم ولادي وهدوم المدرسة. يعني غسلت شوية غسيل محترمين بصراحة. وامي بقى يعني المدارس اجت، ما تناميش بقى بعد ولادك ما يروحوا المدرسة، حاولي تنجزي، ولما يجوا اعملي ايه، نامي لك ساعة معاهم ما يجراش حاجة، وبعدين يصحي يذاكروا كده ربنا يعينهم على حالهم. ادعوا لولادي الولدين ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم، اللهم امين يا رب العالمين. لان انا بجد والله العظيم انا بسجل لكم الفيديو ده، انا المفروض كنت احمله اول يوم دراسة، بس انا امبارح مع اول يوم دراسة ده معرفش ايه اللي حصل، يعني حصل عنده ظروف معرفتش احمل تاني يوم. ما قدرتش برضو، معرفتش ان انا اعمله، لان طبعا ولادي كانوا تعبانين. ابني الصغير تعب من 2 بالليل كده، وابني التاني ربنا يهديه يا رب معرفش ايه اللي دخل في رجله، وكان لازم اروح بالدكتور جراحة. فالحمد لله، يعني الحمد لله رضا والله العظيم. يعني الحمد لله ان ربنا بيسترها معانا. طبعا جيت الصالون عندي ما كانش نظيف بصراحة يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده، ابن الصغير حاطط اللعب وحاطط حاجات وحاطط كل حاجة كده بيزق، وانا بسيبه يلعب بما اني الدنيا حر وانا ما فرشتش حاجة في الشقة. فبصراحة بسيبه ياخد راحته في اللعب اصلا. يعني عيل يا جماعة، عيل وعايز يطلع الشقاوة بتاعته. مكسر كل حاجة، والله مكسر كل حاجة، اللي بنهضه منه بحوشه، واللي ما بنهضوش انا هعمل ايه يعني. يعني الحمد لله رضا. كده البلكونة التانية انا بوريها لكم اهي، ما شاء الله كان عندي كمية غسيل. بس اللي نفعني برضو زي ما قلت لحضراتكم ان الغسالة بتعصر، فعصرت بسرعة. عندكم بقى طبعا الأحذية عزكم الله والكوتشيات، عملت فيها ايه يا رفيق؟ بتجيبي طبق بلاستيك كبير، انا هقول لكم على حاجات تسهل عليكم وانت مشغله الغساله. تجيبي طبق بلاستيك كبير تمام، وتجيبي شويه ميه سخنين، تسخني عندك سخان، تسخني شويه ميه سخنين وشويه كلوركس الوان. ولو ما عندكيش كلوركس الوان مش متوفر عندك، شويه صابون سايل بريل العادي جدا من بتاع المواعين، واملي الطبق وحطي فيه الكوتشيات 10 دقايق بس. على ما تخلصي الغسيل هيكون 10 دقايق، يعني في نهاية الغسيل كده على ما بتخلصي بيكونوا فكوا كل اللي فيهم، بتغسليهم. والجو حر اصلا، ان كنتوا بتحطيهم ينشفوا في الغسالة بينشفوا، ما تحطوهمش فوق السطوح او في بلكونة. وما شاء الله الموضوع بيبقى يعني سهل وبسيط. عندك بقى الحافظة بتحطها في البانيو، بتعمليها وبتغسليها كده. مش شرط ان انت تمسكي الفرشة وتغسلي وتحكي جامد، الحاجة لما بايدك فيها بتبقى نظيفة اول باول، بتبقى نظيفة وبتبقى جميلة كده. طبعا السراير زي ما حضراتكم شايفين، انا شلت الملايات طبعا شايفين واحنا غاسلين، ودي طبعا السجادة دي نشفت فانا جبتها هنا يا جماعة. يعني الحاجة اللي بقت تنشف انا بقيت اجيبها هنا. ما انا قلت لحضرتك طب السجادة دي نهضت تنشف يا رفية، انا صفتها، غسلتها الاول خالص وبعدين صفتها، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد. جيت نشرتها فكانت والله العظيم يا جماعة يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله. نشفت بسرعة، لان الجو زي ما حضراتكم عارفين نار بصراحة يعني.
وادي كده الدولاب اتنظم اهوت. انا نظمت نصه، واولادي لما انا رحت اكشف على اخواتهم نظموا الباقي بصراحة، يعني مش انا اللي عملته. وكده الصالة اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، غسلتها ويعني انا لما المفروشات كلها واد اللي بقت الحاجة اللي بتنشف. وانا اللي هناك ده بقى ده لعب نصر ابني، جيت احطهم له في كرتونة او في باسكت بلاستيك، قال لي لا، يعني مرضيش، عيط بصراحة. فقمت احطهم له على الكنبة، قلت له مش مستاهلة انك تعيط، الهدوم دي اللي بتنشف بجيبها هنا، لان طبعا علشان اطبق الهدوم بالنهار هتاخد مني وقت كبير، وانا اصلا في احتياج الوقت ده. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد، قلت بقى بلاش تطبيق الهدوم بالنهار، واطبقهم بالليل في اي وقت بالليل. كده اهوت المفرش ده هنا برضو، والدول كده جبتهم ان حيادي، لان حسيت ان الهواء قام الناحية التانية فممكن ياخد الحاجة يوقعها على الترعة، انما البلكونة ديت مكنونة كده شوية. وده برضو الدفايات اللي نشفت وكده. طيب يا رفية، انت جبت بقى اهوت، بدأت ان انا احط عينات في الصلاة يا جماعة، لان انا ابني بيقلب حاجات والله العظيم. ما بنهضش بصراحة، والله العظيم ما بنهض. يعني انا كانت مرات عمي ومرات اخويا عندي ولقوني فرشة الصالة كلها، فبعدين قالوا لي يا بنتي انت بتتهدي في غسيل الفرشة دي ومعاكي ابنك بيلعب، شيلي وحط حاجة بس في الاول كده اهو. وفعلا كلامهم طلع عين العقل بصراحة. كده بير السلم اهوت برضو مسكته مسحته، مسحة في السليم بصراحة يعني. ويا ريتنا ما مسحناه، والله العظيم الهوا قام بالتراب خلى بير السلم ولا كأنه اتمسح. هنعمل ايه؟ يلا الحمد لله رضا. داخلين على الشتاء بقى، وداخلين على التراب والحاجات ديت. يلا ربنا يحمي ولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. وانا في الصيدليه، كنت في الصيدليه العصر ورجعت لها بعد المغرب. فوانا الصيدليه كانت في ام راحه واخده بنتها ان هي بيجيلها نزلة البرد على طول. فالدكتور قال يا جماعة حبيت اقول لكم كده، قال في جرعة برد بتيجي كل شهر بتحمي الولاد من البرد، بتتاخد لمدة 10 ايام، كل اول شهر لمدة 10 ايام بتحمي الولاد من البرد. فانتوا روحوا الصيدليات اللي جنبكم، وان كانت ولادكم عندهم حساسية زي ولادي كده، بس اختاروا دكتور ثقة تكونوا يعني تثقوا فيه، علشان انتوا عارفين الحقن واي ادوية لا سمح الله حساسية كده ربنا يسترها يا رب. طبعا فرشت الملايات زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا نصورة نام فجبته هنا كده، نام على السرير فجبته. ما بتفرشيش الملايات شكل بعضها. انا اهم حاجة عندي لما يكون الشغل عندي كتير ان الحاجة تبقى نظيفة. تنسيق انا لسه ما فرشتش، وحفرش بقى على دخلة الشتاء، لان زي ما قلت لكم الحر والنمل يا جماعة مبهدلني. اللي عنده حل للنمل يقول له والله العظيم، يعني النمل مبهدلني بطريقة. الحمد لله رب العالمين. طبعا اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والاشتراك، ده فضلا طبعا من حضراتكم وليس امرا. وتقومي لو وراكي حاجة قومي اعمليها، لو وراك المطبخ مثلا مش مرتب قومي رتبيه، عايزة ترتبيه ترتيب عميق ابدأي بكل يوم ضلفة، مش شرط ان انت تنكشي مطبخك كله مرة واحدة. وخدي الاطباق اللي عايزة تتغسل اغسليها ضلفة الاطباق مرة، ضلفة الكوبايات مرة، وامسكي طوق الضلفة كويس اوي فوق وتحت، يعني هيبقى معاكي لو نظمتي نفسك هيبقى معاكي المطبخ فل ما شاء الله. هو ده اللي انا هعمله. بس انا فيديو المطبخ هنزله فيديو كامل، بس هقول لكم وانا بعمله فيديو كامل انا عملت دي امتى ودي امتى ودي امتى. تمام. طبعا بير السلم اهوت حبيت ان انا اوريهولكم ما شاء الله بعد ما نضيف بقى يعني حاجه كده فله. وطبعا اخدت زي ما قلت لحضراتكم الكوتشيات، باخد دايما وانا راجعه من عند الطيور كل يوم بلم كوتشيات وشباشب اعزكم الله ولادي، وباخدهم اغسلهم يا جماعه، وبحطهم وهم بيستعملوا النظيف علشان ابقى مرتاحه نفسيا كده، يعني حتى لما الميه بتيجي بالليل بعمل كده برضه. كده روتيني خلص، روتين اول يوم دراسة. طبعا كنت عاملة كيس مكرونة لولادي عادي جدا يعني. فاتمنى ان يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح حال اولادنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ويوقف لهم ولاد الحلال ويبعد عنهم ولاد الحرام وصحبة الشر، ويرزق كل اب برزق عياله، وربنا ما يكسر اي اب ابدا قدام ولاده في الغلا اللي احنا فيه ده، وربنا يعيننا ويساعدنا كده من عنده، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.